أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: الصحافة البرازيلية تعلنها الأهلي يعيد من اهتمامه بضم المهاجم بيسولي. تحدثت الصحافة البرازيلية وكشفت بأن النادي الأهلي عاود اهتمامه بضم بيسولي، ولكنه يجد هذه المرة منافسة من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي الذي يريد ضم اللاعب أيضا. وأكدت الصحافة في البرازيل على أن البالغ من العمر 24 عاما بيسولي يفضل البقاء في البرازيل عن الانتقال للنادي الأهلي المصري. خبرنا الثاني: مصدر مقرب من إبراهيم عادل يفجرها، اللاعب يتمنى الانتقال للأهلي في يناير. أكد مصدر مقرب من إبراهيم عادل على أن اللاعب يتمنى الرحيل عن بيراميدز في شهر يناير القادم وخوض تجربة جديدة، ويتمنى من إدارة بيراميدز الموافقة على انضمامه للنادي الأهلي في ظل انفتاح بيراميدز على رحيله في شهر يناير، ولكن تمسكهم بالحصول على أموال كثيرة. إبراهيم عادل هيضغط على إدارة بيراميدز للسماح له بالانتقال للأهلي في يناير. خبرنا الثالث: الأهلي يستقر على التعاقد مع مروان عطية في شهر يناير وينتظر قرار كولر النهائي. رسميا قرر النادي الأهلي التعاقد مع مروان عطية في شهر يناير من أجل دعم خط الوسط، ولأن مروان عطية يستطيع النادي الأهلي قيده في القائمة الأفريقية، ينتظر النادي الأهلي فقط قرار كولر النهائي بشأن ضم اللاعب في يناير. خبرنا الرابع: النادي الأهلي يعلنها محمود الخطيب هو اللي هيحسم صفقة بيسولي أو لا. أكد النادي الأهلي على أنه بعد عودة الخطيب الآن وتواجده في القاهرة هو اللي هيكون صاحب القرار النهائي بشأن ضم بيسولي ولا لا، وهو اللي هيدي التكليفات لأمير توفيق من أجل التحرك في هذه الصفقة ولا لا. خبرنا الخامس: مرتضى منصور نادي الزمالك بينهار. تحدث مرتضى منصور وطلب تدخل الدولة المصرية، وذلك من أجل رفع الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك، مؤكدا على أن النادي الأهلي بيلقى دعم من الدولة في الرعاة والزمالك هينهار.